كابتن الخطيب لعيب كبير طبعا، قيمه كبيره. قيمه كبيره في النادي ودايما الأهلي. كان دايما يذكرك ان انت لعيب، يعني خسرتك الكره المصريه. فقضيت ايام جميله مع متواصل مع دي. الكابتن الخطيب حاليا؟ والله لما بيكون في فرصه هو عايزني ولا حاجه في اي حاجه بيتصل بيا على طول، يعني عايز يطمن عليا بيكلمني على طول. يعني في علاقه موجوده ومستمره احنا كويسين. علاقتي بالمجموعه دي اللي اكتر قدام حاجه الكباتن بتميز ولاد بتوعنا النادي يعني. الاهلي الحقيقه يعني. لا دايما متواصلين. احلى حاجه. الحمد لله الحمد لله. اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي فاكرها؟ اتغلبنا فيها 2. دي مباراه ايه يا كابتن؟ اتحاد اسكندريه في اسكندريه. اول ماتش العبه رسمي مع النادي الاهلي الدرجه الاولى. اتغلبتوا ليه كده 2؟ وعامل ماتش جميل قوي. اه ما حدش كلمنا، الوحيد اللي الخواجه شكرني. تاني ماتش مقاولين العرب في الجبل الاصفر، كان لسه الاستاد لسه جديد، افتتاح للسد على مقاولين العرب، كسبناهم 2-1. انا والخطيب جبنا الجونين. تالت ماتش كان في المنصوره، كانت بتلعب في دوري ممتاز. طبعا المنصوره كانت فرقه صعبه تكسبها. كانت فرقه جدا طبعا، كانت فرقه قويه. كسبناهم برضه 1-0 وانا جبت الجون هناك في المنصوره. والحمد لله ابتديت بقى. انا كان فاكر عدد الاجوان اللي جبتها مع النادي الاهلي؟ انا اول موسم لعبه جايب 9 اهداف، خطيب هداف الدوري 11، وحسن شحاته 10، وانا جايب 9 اجوان. اول موسم ليا. اول موسم. اول موسم الثاني 11 هدف. لعبت كم موسم في الدرجه الاولى يا كابتن عباس؟ لعبت بتواصل 3 مواسم، وموسم الرابع متقطع بقى. ده اللي قطعتنا معاك فيه ده بقى. ده اللي قطعت قلبنا معاك فيه الموسم دوت يعني. بعدت بقى عن الكوره. لعبت الرابع الاولاني وما كملتش. ليه قطعت قلبنا في الموسم الرابع ده يا كابتن عباس؟ انا بقى حسيت لظروف كده بقى وبعدت عن الكوره بتاعي، غيرت الشكل. انا نفسي ما كنتش متوكل ان ابعد عن الكوره كده، انا بحب الكوره قوي. كان اصدقاء السوق طبعا. واخد بال الواحد يعني احنا مش عايزين نخوض في التفاصيل قوي. لا يعني هو انا بس عشان الواحد ساب نفسه زيادة عن اللزوم. ما في انت لعيب كوره، في حاجات تعملها وفي حاجات ما تعملهاش. ما كنتش مؤمن بالنظريه دي انت بقى؟ لا. كنت عايز تعمل كل حاجه؟ لا ما ليش كل حاجه سهله. نجم ومشهور وفي النادي الاهلي طبعا، وصغير كل الدنيا مفتوحه قدامك. رحت منتخب الكبير مع كابتن شحته. منتخب مصر. كنت في منتخب الناشئين مع كابتن فتحي السير وكان مدرب اسمه ضميت يعني المنتخب 19 سنه بتاع الناشئين. اصدقائك دول كانوا من الكوره ولا كانوا من خارج الكوره يا كابتن عباس اللي هم؟ انا مش عاوز اظلم حد يعني هيبقى يعني ما ركزتش في خطواتي. ما ركزتش يعني ما ركزتش في خطواتي، يعني في خطوات المفروض. طب الناس هنا مش ساعدتك، وقفت جنبك وحاولت ولا؟ ساعدوني بس انا الفتره بعدت. انا جيت بعد كده، كان الكابتن جوهري مسك الفريق الاول هنا. وجيت وكان حصل الله يرحمه مع كابتن صالح. كان المعسكر في المانيا، وانا جيت قضيت فتره الاعداد معاه. بعد ما رجعت خلاص فتره الانقطاع كانت قد ايه؟ خلاص بقى كنت قطعت. انا كان بقالي بتاع موسم وشويه ما باجيش. الكابتن جوهري بعت لي وقال لي هتيجي تتمرن، وجيت اتمرنت هنا في النادي وتمام. فالفرقه طالعه معسكر المانيا، لقيت انا اسم مش موجود من ضمن المعسكر، من ضمن الناس هتفضل هنا تتمرن هنا. تمام. عملوا لي معسكر في اتحاد الشرطه اللي في العباسيه ده، اتمرن انا الصبح وبالليل وبتاع. زعلت طبعا. زعلت جدا. قلت مش هلعب كوره تاني خلاص. بس هم كانوا زعلانين منك برضه. ما كانوا زعلانين مني، بس انا جيت بقى وجيت يعني بان عليا ان انا عايز ابقى كويس. ومواعيد وتمرينات، وما بتكلمش في اي حاجه. ما بتكلمش، انا هلعب الاول وبعدين نتكلم في كل حاجه. ما اتكلمتش في اي حاجه. هي جت السفريه بقى. بس يمكن هم كانوا عايزينها فتره تقويم بالنسبه لك، وعايزين يساعدوك اكتر. بعدتني خالص عن الكوره. الفجوه زادت يعني. ما رجعتش الكوره، انت رحت كملت في سكتك بقى. كنت عايز العب كوره، رحت مصر بورسعيد، مضيت وكل حاجه وبتاع. ما حسيتش بالنادي الاهلي هنا. النادي الاهلي طعمه مختلف. طبعا. ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني؟ كتير. معلش مع احترامي كل الانديه. النادي الاهلي ده قلعه. انا اتربيت في النادي الاهلي انا، وشفت ايه النادي الاهلي، شفت ايه هي المعامله، شفت ايه هو النظام هنا ايه. مختلف. ندمان يا كابتن عباسي ان انت ما كملتش في النادي الاهلي بالشكل طبعًا. اللي كان نفسك فيه؟ طبعا. يعني لو لفت بيك عجله الزمن لورا تاني
كنت هتغير خط سيرك 100%؟ اكيد كنتش هسيب الكوره خالص. والنادي الاهلي؟ النادي الاهلي في قلبي اصلا، النادي الاهلي انا اهلاوي قبل ما حتى العب النادي، انا اهلاوي. النادي الاهلي هيبقى في قلبي طول حياتي كلها يعني. ايه الحاجات اللي انت مش قادر تنساها في النادي الاهلي؟ ما بنساش النادي الاهلي. انا اولا متابع جيد للفرقه، ممكن ما بحضرش النادي، انا ما بجيش النادي واشوف ماتشات، بس متابع، انا بتفرج على الدوري على طول انا على فكره. متابع فرقه الاهلي في الدوري؟ على طول في كل الماتشات بتفرج على فرقه الاهلي. بتروح للاستاد يا كابتن؟ لا. بتتفرج عليه في التلفزيون؟ ايه ايه اللي بيعجبك في فرقه الاهلي دلوقتي؟ هو دلوقتي في ضرب، بس الحمد لله ظبطت شويه. كان عندنا نص الملعب ما كانش فتره في بدايه الموسم تحس اللعيبه ما بتلعبش مان، فنص الملعب كان عندنا وحش قوي في اول الموسم. الدور الاولاني تمام كنا وحشين قوي، فمش قريبين لبعض، اللعيبه بعيده، ما فيش تواصل، يعني اللعيبه مش قريبه لبعض في الملعب، فتحس كل اتنين مع نفسهم. لا الجمعيه بانت في الفتره، في الدور الثاني بالذات جمعيه الاداء بانت مع اللعيبه، والروح بانت، ما دام في جمعيه اداء الروح بتبان على طول، فهم ختموا كويس يعني. مين اللاعب اللي بيعجبك في النادي الاهلي دلوقتي؟ مجهود مثلا ولا لا اللي بيعجبك بشكل عام يعني. ما في لعيبه كتير هم كلهم مميزين وكلهم نجوم كبار يعني، اي لعيب في النادي الاهلي كبير. انا بحب ابو تريكه، بحب احمد حسن، عماد متعب، المجموعه اللي قدام يعني. نفسي بقى جده يظبط شويه يعني، جده لسه ما اداناش حاجه. لا هو ادانا الفتره الاخيره بسم الله ما شاء الله. لا بس مش جده برضه لسه. لا ما هو طبعا احنا كلنا منتظرين اللي عمله في كاس الامم يعني. يمكن الانسجام. بس هو ان شاء الله هيبقى كويس جدا يعني. بس هو قدراته عاليه يا كابتن. طبعا طبعا لعيب كويس، هو بس هي حته الانسجام مع المجموعه اللي بتلعب، اللي اختلفت السنه دي، الموسم ده اختلفت كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، لعيبه كتير لعبت جنب بعضها، اول مره تلعب جنب بعضها. الدفعه اللي كان فيها ابو تريكه والمجموعه دي بقى لهم 7 سنين هلاك بطولات مجهود كبير بصراحه يعني. فالحمد لله الفرقه برضه الحمد لله وقفت على رجلها، والسنه الجايه الفرقه هيبقى شكلها احلى بكتير. مين الفرود اللي بيعجبك اللي بيفكرك ان ده محمد عباس؟ اللي تلاقيه فهد كده، قوه ومهاره وبيلعب برجليه الاثنين وبيلعب بدماغه. بالنسبه للنادي هنا عندنا النادي او على مستوى عام يعني. بالنسبه للنادي ما بالشكل بتاع محمد عباس مش موجود. انما اكيد فراوده النادي الاهلي فراوده على مستوى عالي جدا، زي مثلا عماد متعب عندنا، وفي اللي هو اللاعب دومينيك عايز يلعب. عايز يلعب ينسجم مع الفرقه. ما هو اللاعب اللي بيخلينا ننسجم مع زميلي، عايز يلعب كتير، فهو الخواجه هيديله فرصته هيلعب كتير، هو لعيب خطير عامه يعني. مين الفرقه اللي بيعجبك ادائها غير فرقه النادي الاهلي؟ بحب مصر المقاصه، فرقه كويسه بتلعب، ليها شكل وليها اداء. اتحاد الشرطه الدور الاولاني كانت فرقه مميزه يعني، لما كانوا هم حتى كانوا مصدرين الجدول بتاع الدوري، دول الدوري وحشين. انبي اتفرجت على انبي السنه دي، فرقه جميله انبي. سموحه ماتشات وماتشات يعني، بتتفرج على سموحه ماتشات وماتشات، ووادي دجله كذلك برضه، هي فرقه كويسه بس مش ماشيين مش على مستوى ثابت على طول. ماتشات وماتشات، وبيخسروا ماتشات سهله جدا بيخسروها. خلينا نرجع بيك للنادي الاهلي تاني، انت ليه ما بتجيش النادي الاهلي؟ ليه منقطع؟ لا مش منقطع والله، عادي بقى ربنا يسهل. اخر مره جيت فيها النادي الاهلي امتى؟ جيت مع كابتن خطيب، بقول لك من 7 سنين. مع كابتن خطيب برضه؟ جينا النادي الاهلي هنا، واحنا نادي الزمالك كمان. في نفس اليوم كان في ماتش هاندبول في نادي الزمالك، ورحت انا مع كابتن خطيب، خدني معايا. واضح ان انت مرتبط جدا بكابتن الخطيب. حبيبي شخصيه جميله يعني.